مشيت شوية في أزقة القاهرة الفاطمية وسبت روحك لنداهة التاريخ. هتلاقي بيت قديم ملامحه هادية وكأنه بيهمسلك بحكايات ما مرتش على بال حد. احنا هنا في حضرة بيت الست وسيلة. الحكاية مش بتبدأ بوسيلة، الحكاية بتبدأ في القرن 17 لما قرر واحد من كبار تجار القاهرة عبد الحق اللبان انه يبني بيت يليق بثرائه ومكانته. بناه على الطراز العثماني الإسلامي، مش مجرد جدران وسقف، ده كان عالم كامل بيتنفس فن وعمارة. بمجرد ما بتدخل يستقبلك الفناء الواسع، قلب البيت اللي بيدخله الضوء والهواء من كل جانب. حواليه تتوزع الغرف في دورين بتطل عليهم المشربيات الخشبية المزخرفة اللي كانت زمان هي العين اللي بتشوف منها السيدات الشارع من غير ما حد يشوفهم، علامة مسجلة للخصوصية والجمال. البيت كان ماشي بنظام دقيق، السلام لك لاستقبال الضيوف والرجال بكل هيبة، والحرام لك لستات البيت وأهل الدار، خصوصية تامة وراحة ما فيهاش غلطة. ومع مرور السنين انتقلت ملكية البيت لسيدة معروفة وليها هيبة اسمها وسيلة خاتون، ومن كتر ما كان ليها بصمة ومكانة اجتماعية الناس نسيت اسم صاحب البيت الأصلي، وبقى البيت بينسب ليها، وبقى اسمه اللي نعرفه لحد النهاردة بيت الست وسيلة. زي كل حاجة غالية، البيت مر عليه فترات إهمال طويلة وكان ممكن يضيع وسط زحمة الزمن، لكن الإيد اللي بتقدر التراث مدت إيديها ليه بالترميم ورجعت له روحه وتفاصيله الدقيقة اللي كانت هتختفي. النهاردة البيت ما بقاش مجرد أثر صامت للفرجة، ده بقى مركز ثقافي حي تابع لمكتبة الإسكندرية. الندوات، الفعاليات الفنية، وقعدات المثقفين رجعت تدب فيه الروح من تاني، كأن التاريخ بيجدد شبابه بالثقافة والفن. بيت الست وسيلة هيفضل شاهد على قرون من تاريخ القاهرة، وبيعلمنا إن الجدران دي ممكن تكون صامتة لكن شايلة جوه مسامها قصص مئات السنين.